الباجله وريحه اللحم. هذا مايك مرخص يعني طير حيدر أوكي. حيدر اسمه في ولا ها الربيعيه الاردنيه الفلسطينيه. بالبدايه راح نخلي بصل مفروم، يسموها الربيعيه لانه بالربيع يبدون ياخذون الباجله ويشتغلون به. طبعا هي طريقتين، الطريقه الاولى انهم يشتغلوها يعني بالغلاف مال الباجله، يقطعونها وينزلوها. الطهات بالاردن من سالتهم انه كل مواد اللحمه والجوز والكذا يبقى وين؟ يبقى بالقشر. احنا ما متوفر عندنا هسه هذا. انا اليوم اشتغلت الباجله مفلسه، نزل الثوم وبس تطلع ريحه الثوم ننزل الباجله. سننزل كزبره، كمون ناعم، كركم، رشه ملح، كاري، فلفل اسود شويه، مي لحم، مبقيه تحمس 10 دقائق بس. عندنا لحم هنا عجل سالقين مكملين، نبدا نطبق به الباجله. بسم الله. بهالطريقه هاي خلطه بسيطه. تحبون تشتغلوه بزل لتمن مي اللحم او تحبون تشتغلوه مباشره كبس. بسم الله. هنا عندنا بصل، هذا اختياري طبعا هو موجود بس حبيت اضيف نكهه. هسه نبدا ننكهها بمي اللحم، يعني بالكبس لا، مباشره مي اللحم تنزله وانتهى الموضوع، ونتركه على نار هادئه لمده 10 دقائق. السلام ومليون عافيه عليكم.